السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم المفضلة، قناة تربية الدواجن مع ضياء القلاوي على الفيسبوك، أو الدنيا أو دواجن أونلاين مع ضياء القلاوي على اليوتيوب. يا جماعة، من أهم حاجة في الفراخ، يعني انتوا شايفين الوضع قدامك، بسم الله ما شاء الله. الفراخ التجانس عالي، الفراخ تعتبر فرخة واحدة، قطعية واحدة. الحاجات ديت مطلوب منها عليها، أو بتعتمد على حاجات كتير قوي عشان تشتغل الشغل ده، عشان تطلع فراخ كويسة. فالصردة ما فيهاش مشاكل، ما ان شاء الله ربنا ما يجيب خسائر. فمحتاجة حاجات تتظبط. الحاجات اللي تتظبط دي، سيبك من العلاج خالص. دايما بنقول الوقاية خير من العلاج، وعشان تشتغل على الوقاية خير من العلاج، اهم حاجة يا جماعة بنشتغل عليها في الموضوع ده الفرشة. الفرشة هي السبب الرئيسي، او اكتر سبب ممكن يسبب لك امراض. فمفيش تقريبا مفيش اي مربي الا بيشتكي من المشاكل التنفسيه، واصوات صرخه الفراخ، او صوت اشباه الضفادع، والعيون ورم العيون، او العيون المتورمه زي ما بنقول. والعيون المقفوله واللي مدمعه الى اخره. طبعا يطلع يجري على المضاد الحيوي، ويهري بقى الكبد وكلى الفراخ من المضادات الحيويه، وللأسف ما بتجيبش معانا نتيجة. لأن دايما هو بالطريقة دي بيعالج العرض، وسايب المرض، أو مسبب المرض. مسبب المرض يا جماعة بيكون 99% هو الفرشة. فمهما تشتغل على المرض مش هتعالجه، على العرض مش هتعالج العرض. لأن أهم حاجة زي ما بنقول المرض، والمرض هنا بيبقى في الفرشة. السبب بيبقى قدام عينيك، وانت ما انتش شايفه، او ما انتش واخد بالك منه. انت لما بتدخل اوضه التربيه او العنبر، ما بتبقاش قادر تفتح عينيك ولا تتنفس، والسبب مش مرضي على الاطلاق، هو سبب فني بحت، هو الفرش. الفرشه عامله طبقه كده زي ما بنقول، زي الاسفلت، طبقه مجلده، حته واحده بنقول عليها سجاده. الكلام ده كله. واللي عامل نفسه ناصح بيجي جايب شوية جير شوية فرشة، ويجي رششهم على فرشة جديدة، ويجي رششها على السبلة المرطبة دي أو المجلفة دي. واللي عامل نفسه أنصح بيجي جايب شوية جير فرشهم، ويجي حاطط عليهم شوية نشارة. يا جماعة، الطرق دي كلها طرق بدائية وما بتنفعش خالص، لأن بعد في خلال 12 ساعة، أقل من 24 ساعة، بتكون الطبقة اللي أنت زودتها حصلت الطبقة القديمة. الصح بقى، حاول تعمل اللي هقول لك عليه ده. شوف يوم كده يكون الجو فيه كويس معتدل، والكلام ده تعمله يا الصبح، الصبح بدري بنقول عليه ساعة، أول شعاع للشمس. ماشي معاك لحد الساعة 10. تقدر تيجي ماسك الشبابيك بتاعتك مفتحها كويس، ما هو عنبرك كويس، وتيجي داخل على العنبر. بشرط أهم حاجة حرارة العنبر معاك ما تنزلش عن الدرجة المطلوبة، أو ما تنزلش جامد، تنزل درجة أو اتنين مش مهم، إنما ما تنزلش جامد وفراخك تسقع. هتيجي داخل بمنتهى الهدوء كده، وفي ايدك الشكارة الاتنين بتوعك، وتيجي داخل على وش السبلة. اي حتة مرطبة او ماسكة ببعضها في الفرشة تمسكها تجلفها، يعني تقشرها كده وتلمها في الشكاير بتاعتك وتطلعها بره، وتلف على الخطوط النبل، على خطوط السقايات، على حسب اللي عندك، وتلم ده كله في شكاير وتخرجه بره العنبر. وانت بتشيل ده كله يا جماعه، المجلف ده بالذات هتلاقي تحته طبقه سليم خالص ما فيهاش اي حاجه. هتيجي جايب حضرتك بودره بلاط، وتيجي فارشها على الفرشه دي، وتيجي سايبها ساعتين، وتيجي ماسكها مقلبها، او ما تقلبهاش تزود عليها. اهم حاجه يا جماعه، بلاش تشتغل بعنف، بلاش استعجال. تشتغل بهدوء مع فرشتك، مع فراخك، عشان ما تبهدلهاش كمان وانت بتبدر بودره البلاط دي، او جير مطفي على الاقل. بتبدره وانت قريب من الارض، قاعد على الارض، وتبدره قدامك بالراحه، رش خفيف، علشان ما تبدرش على الفراخ، عشان ما تعملش غبار في العنبر، عشان ما تبهدلش عنبرك وما تنتشرش معاك اي امراض تنفسيه تانية. وهتجيب بعد كده نشارة جديدة، وتيجي فارشها عليها. كرر العملية دي مرتين بس في الأسبوع، واتفرج عليها إن فراخك ما عادش هتلاقي ورم في الوش، ما عادش هتلاقي أمراض تنفسية، ما عادش هتلاقي أي مشاكل. والأفضل إن أنت ما تستناش لما فرشتك تجلد، وأنت دايما بتلف في عنبرك كده تقوم فراخك للأكل للشرب. هتيجي معاك دايما شكارة فاضية، معاك أي حاجة هتلم فيها أي حاجة تقابلك في العنبر، أي حتة صغيرة في الأرقام بتاعة العنبر جنب العمدان. دايما هتلاقي الحاجات اللي هي بداية التجليف دي، جنب السقايات،
او بالقرب منها جنب حوض العلافات، هتلاقي الحاجات المجلدة دي تشيلها باستمرار، وتبدأ تزود عليها شوية جير صغيرين او بودرة بلاط صغيرة، وتيجي حاطط عليها نشارة جديدة. لو سبتها العنبر كله، هي بتنتشر في العنبر كله زي ما بنقول كده شبه النار في الهشيم زي ما بنقول، فبتشتغل في عنبرك كله. يبقى الصح ان انت من بداية الدورة كل ما تلاقي مكان زي ده تبدأ تشيله باستمرار. كمان حوالين السقايات بالذات وحوالين العلافات، جناب العمدان، وفي الارقام بتاعة العنبر دايما تبقى مركز معاهم مرة مرتين في الأسبوع أو كل يوم. تلاقي نفسك بتاخد لا ما يزيدش عن ربع كيلو، نص كيلو بالكتير أوي كيلو كل يوم. هتمسكه تشيله من العنبر كيلو نشارة، هتشيله من العنبر، وباستمرار هتفضل محافظ على عنبرك سليم. طيب، قبل ده كله كمان يا جماعة، ايه السبب؟ ده بيحصل بسبب حاجة كمان لازم تعالجها معاك، وهي ان انت عنبرك ما يبردش ولا يسخن. يعني ما تكتمهوش عشان ما يحصلش تعريق في الفرشة، ولا يبرد منك عشان الفراخ ما تتجمعش ويحصل برضه تعريق في الفرشة. فانت ان عملت الحاجة ديت يبقى هو ده زي ما بنقول كده الوقاية خير من العلاج. مش هتحتاج لمضادات حيوية، ولا هتقابلك مشاكل من اللي بتسبب لك نفوق او بتسبب لك صرده في القطيع او تاخر في الوزن او تراجع في سحب العلف، او تخلي دورتك تاخد معاك عمر اطول ووقت اطول. لو اشتغلت بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله تعالى مش هتقابلك اي مشاكل في تربيه فراخ، سواء انت عندك مزرعه، سواء بتربي تربيه منزليه من 1000 من 500 ل 1000، او من فوق ال 200 لحد ال 1000 زي ما بنقول، سواء ست البيت اللي بتربي في البيت 10 و20 و100، وربنا يبارك للجميع. الطرق دي الطرق المتبعة الصحيحة، وهي دي اللي بنقول عليها الوقاية خير من العلاج. صدقني إن شاء الله بإذن الله تعالى لو اشتغلت بالطريقة دي إن شاء الله مش هيتقابلك أي مشاكل في فراخك من المشاكل التنفسية اللي بتشوفها. كمان مش هتتعرض بقى للكوكسيديا والكوليستيريديا والأمراض دي. حافظ عليها كويس جدا. أتمنى إن اللي يسمع الحلقة يعمل لها شير ولايك، ننشرها أكتر بإذن الله عشان توصل لعدد مربين أكتر، نفيد ناس أكتر. كمان انتظرونا في الحلقات الجاية، هنتكلم عن معلومات جميلة جدا وفي غاية الأهمية في تربية الفراخ. نسأل الله لكم ولنا التوفيق بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم المفضلة، قناة تربية الدواجن مع ضياء القلاوي على الفيسبوك، أو الدنيا أو دواجن أونلاين مع ضياء القلاوي على اليوتيوب. يا جماعة، من اهم حاجه في الفراخ، يعني انتوا شايفين الوضع قدامك بسم الله ما شاء الله، الفراخ التجانس عالي، الفراخ تعتبر فرخه واحده قطعيه واحده. الحاجات ديت مطلوب منها عليها، او بتعتمد على حاجات كتير قوي عشان تشتغل الشغل ده، عشان تطلع فراخ كويسه. فالصرده ما فيهاش مشاكل، ما ان شاء الله ربنا ما يجيب خسائر. فمحتاجه حاجات تتظبط. الحاجات اللي تتظبط دي سيبك من العلاج خالص. دايما بنقول الوقايه خير من العلاج، وعشان تشتغل على الوقاية خير من العلاج أهم حاجة يا جماعة بنشتغل عليها في الموضوع ده الفرشة. الفرشة هي السبب الرئيسي أو أكتر سبب ممكن يسبب لك أمراض. فمفيش تقريبا مفيش أي مربي إلا بيشتكي من المشاكل التنفسية، وأصوات صرخة الفراخ، أو صوت أشباه الضفادع، والعيون ورم العيون أو العيون المتورمة زي ما بنقول، والعيون المقفولة واللي مدمعة إلى آخره. طبعا يطلع يجري على المضاد الحيوي، ويهري بقى الكبد وكلى الفراخ من المضادات الحيوية، وللأسف ما بتجيبش معانا نتيجة، لأن دايما هو بالطريقة دي بيعالج العرض وسايب المرض، أو مسبب المرض. مسبب المرض يا جماعة بيكون 99% هو الفرشة. فمهما تشتغل على المرض مش هتعالجه، على العرض مش هتعالج العرض، لان اهم حاجة زي ما بنقول المرض. والمرض هنا بيبقى في الفرشة. السبب بيبقى قدام عينيك، وانت ما انتش شايفه او ما انتش واخد بالك منه. انت لما بتدخل اوضه التربيه او العنبر ما بتبقاش قادر تفتح عينيك ولا تتنفس، والسبب مش مرضي على الاطلاق، هو سبب فني بحت، هو الفرشه. الفرشه عامله طبقه كده زي ما بنقول زي الاسفلت، طبقة مجلدة حتة واحدة بنقول عليها سجادة، الكلام ده كله. واللي عامل نفسه ناصح بيجي جايب شوية جير شوية فرشة، ويجي رششهم على فرشة جديدة، ويجي رششها على السبلة المرطبة دي أو المجلفة دي. واللي عامل نفسه أنصح بيجي جايب شوية جير